يتكون المثلث من 3 أضلاع. قلت له حلو قوي يا مستر. يبقى المثلث فيه 3 زوايا وعرفنا ايه علاقة الزوايا ببعض. طب المثلث كمان فيه 3 أضلاع. ايه علاقتهم ببعض؟ ليه؟ قال له مستر ايه علاقة ال3 أضلاع؟ ايه اللي رابط ال3 أضلاع ببعض؟ طب ال3 زوايا واللي ربطهم ببعض ان كان لازم يكون مجموعهم هم الثلاثه ب 180. طيب ال3 اضلاع ايه علاقتهم ببعض؟ قال لي هم كام ضلع؟ 3. كام ضلع؟ 3. قال لي هتاخد منهم 2. هتاخد منهم ايه؟ 2. مره تطرحهم ومره تجمعهم. مرة تطرحهم ومرة ايه؟ تجمعهم. لازم تلاقي الثالث في وسطهم. لازم فيهم. في وسطهم يعني ايه؟ يعني ما بينهم. ايه؟ قال لي لازم يكون الضلع الثالث ما بين طرحهم وجمعهم. قلت له ايه؟ قال لي هم كام ضلع؟ 3. هتصطاد منهم اي 2، اي 2 منهم. مرة تطرحهم ومرة تجمعهم. تلاقي الضلع الثالث ما بينهم في الوسط. ايه؟ تطرحهم من بعض، مرة تطرحهم من بعض ومرة تجمعهم على بعض. تلاقي الضلع الثالث لازم يكون قاعد ما بينهم هما الاثنين، ما بين طرحهم وما بين جمعهم. طب تعالى نفهموا الحتة دي يا مستر في مثال. بص جايب لك 3 ارقام. بيقول لك ال3 ارقام دول يلا يا مستر في السؤال اللي وراه اللي هو السؤال رقم 7. السؤال رقم 7 جايب لك 3 ارقام. ايه؟ 4 و4 و9. بيقول لك يا ترى ينفعوا يعملوا مثلث ولا لا؟ تعالى بص بص بص. لا مش بالمزاج. امال اعمل ايه؟ خد اي رقمين منهم. خد اي رقمين. هاخد ال4 وال4. شايفهم؟ حلو. الاول طرحهم اطرحهم يبقى بكام؟ ب0. والثاني كده اجمعهم. مجموعهم يبقى كام؟ 8. هل ده يعني في النص ما بينهم؟ لا. دي 9. هل ما بين ال0 وال8؟ لا. يبقى دول ما ينفعوش يكونوا مثلث. يبقى دول لا يصلح. يبقى ال3 ارقام دول مش بتوع مثلث. بص كده يا مستر. شايف دولت؟ كام دول؟ 4 و5 و3. اختار اي رقمين. اي رقمين. ال4 وال5. ماشي. ال4 وال5 يلا اطرحهم. 1. طرحهم 1. يلا اجمعهم. 9. مجموعهم 9. الثلاثة قاعدة ما بينهم؟ يبقى دول تصلح. عشان الثلاثة ما بين الواحد والكام؟ والتسعة يبقى تصلح. خدت بالك من اللي حصل ولا ما خدتش؟ تاني بص هتاخد أي رقمين. شايف الرقمين دول؟ 4 وكام؟ و5. تطرحهم من بعض. 4 من 5 يفضل كام؟ 1. تجمعهم على بعض. 4 و5 كام؟ 9. يبقى عندك 1 وكام؟ و9. ده قاعد ما بينهم ولا مش موجود ما بينهم؟ يبقى تصلح تكون مثلث. تمام؟ طب يلا نشوف اللي وراه. 4 و4 و8. خد اي رقمين. 4 و4. تعالى يلا طرحهم. جمعوهم. 8. دي قاعده في النص ما بينهم؟ لا دي مش قاعده ما بينهم. دي هي 8. يبقى لا تصلح. لا تصلح. لازم تكون مصدر قاعده ما بينهم. يعني ولا قد ده ولا قد ده. لازم تكون هي فين؟ ما بينهم. بص بقى هنا. هنا بقى يا مستر. هنا الراجل بص اداني رقمين وقال لي انت قول لي بقى الرقم الثاني. قلت له استنى. اداني رقمين، واحد ب5 وواحد بكام؟ 8. زي ما اتفقنا ما دام معانا رقمين مره اطرحهم مره اجمعهم. يلا طرحهم كام؟ طرحهم 3. جمعهم كام؟ 13. حلو. يبقى يا مستر الرقم اللي ما بينهم او الضلع الثالث ممكن يكون ب4 او 5 او 6 او 7 او 8 او 9 او 10 او 11 او 12 او 12 ونص. ايه ده؟ فصول كمان؟ بس هو الراجل قال لي انا عايز ارقام مصححه مش عايز فصول. قلت له ماشي.
يبقى اعلى حاجه ممكن اخدها الرقم كام؟ 12. عشان كده الراجل ده بيقول لي يبقى اكبر رقم ممكن تاخده كام؟ 12. طب اصغر رقم ممكن اخده؟ 4. مستر، ما انا الضلع التالت هيكون ما بين الثلاثه وما بين ال 13. يبقى اقل حاجه 4 واكتر حاجه 12. خلاص؟ ممكن السؤال ايه؟ عايز اكبر يبقى 12 سم. اكبر رقم صحيح. يبقى هقول له الضلع الثالث هيساوي كام؟ 12. نفس الكلام، اديني 4 وكام؟ و9 وعايز الضلع الثالث. اقول له تمام، يلا هنطرحهم. طرحهم 5 جمعهم 13. كام؟ 13. حلو؟ يبقى محصور ما بين الخمسة وال 13 يعني 6 7 8 9 10 11 12. قال لي طب هو عايز ايه؟ يبقى كام؟ 6. يبقى الضلع الثالث بكام؟ ب6. انا مستر اول ما اشوف رسمه كده، اول ما اشوف رسمه لازم ابص كده واعرف ايه اللي مرسوم فيه. يعني انت لما بصيت كده يبقى انا شايف في الرسمه دي حرف السين. صح؟ قلت له اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. في المدرسه تمام. وشايف كمان مثلث. صح؟ يبقى انا مصدر هنا عندي حاجتين، عندي حرف زد وعندي مثلث. جميل جدا. شيخ قلت له يعني ايه؟ يلا يا مستر اعمل اللي انت شايفه. قلت له حرف الزد، حرف الزد اهو مستر شايفه؟ قلت له حلو. ده شايف حرف الزد؟ مستر بص استنى علمني عليه. مستر عرفت منين يا مستر اللي فيه حرف زد؟ عشان عندي الاسهم مش كده؟ بص في سهم هنا، شايف الخط ده؟ هو اللي عليه السهم، شايفه؟ والخط الثاني اللي عليه السهم اهو، شايفه؟ مين اللي وصلهم ببعض؟ مين اللي وصل ده الخط ده؟ صح؟ بص اهو وصلوا معاك اعكاس، يبقى كده عملنا حرف الايه؟ الزد. قلت له حلو. الزاويه دي كام؟ 70. دي اللي زيها البي، تبقى البي دي كام؟ 70. خلصت. حلو. يبقى انا مستر هنا من غير ما حد يقول لي قلت له انا بس كده يا مستر شفت حرف الزد لقيت دي 70، قلت له تبقى دي كام؟ ب 70 من حرف الزد اسمه بالايه؟ بالتبادل. شايف اللي انت قلته ده؟ اكتبه زي ما انت قلت. قلت له ايه؟ تعالى بص يا مستر اكتب لي كده ام اللي هو قياس الزاويه دي بتساوي ام اللي هو الزاويه دي بيساوي 70 وحرف الزد ده يا مستر قلنا ده مش انجليزي. قلت له اسمه عندنا في الرياضه اسمه بالايه؟ بالتبادل. يبقى يا مستر التبادل يتكتب كده ايه؟ تشوف مين الزاويتين اللي قد بعض تكتبهم. بص الزاويه دي قد الزاويه دي، يبقى هكتب له كده الزاويه دي قد الزاويه دي تاخد زيها 70 واقول له حرف الزد اسمه بالتبادل، ما اقولوش بقى حرف الزد. صعبه دي. تعالى بقى عندي مثلث صح؟ واحنا قلنا ان المثلث الثلاث زوايا بتاعته 180. قلت له طب دي بكام؟ 70 ودي 50 يبقى 70 و50 120 من ال 180 اتفضل 60 يبقى الزاويه الثالثه دي تاخد 60. هكتب له كده مثلث اهو هعمل له العلامه دي، العلامه دي يعني ايه؟ مثلث. المثلث ده اسمه ايه؟ بي سي اهو ايه بي سي. الزوايا بيساوي 180 فقمت جاي جامع ال50 مع ال70 فطلعوا 120 قمت جاي طرحهم من ال180 طلع 60 يبقى هقول له اكس بتساوي 60. شايف اللي انت كتبته ده طريقه الحل اسمها عندنا ايه؟ تعالى يا مستر
في هنا عندنا حاجه كمان زياده، قلت له ايه؟ في هنا زاويه بره، شايفها؟ دي خارجه. تبقى بكام ده يا مصر؟ 120. تبقى ب 120. بقيه ال 180 من كام؟ من ال 60. ده لو هو عايزها اكتبها بنفسه. هقول له كده الخارجه بتساوي 180 شلنا منهم 60 بتساوي 120. يبقى الخارجه دي 120.